صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. ما تتخضوش وما تقلقوش، بمكون واحد من المطبخ هخليهم بيلمعوا زي ما يكونوا جايين جداد. خليكوا بس معايا على الفيديو وحطوا اللايك واشتركوا في القناة بالله عليكم. حطينا هنا بقى مية على النار على البوتاجاز كده، وعصرنا فيها ليمونة، حاجة من المطبخ بس مش عايزة اكتر من كده. لا هتجيبي اشتري حاجة من بره ولا اي حاجة، كل المكونات دي عندك في مطبخك. وشوية من البيكنج من الكربونات صوديوم، ماشي، ونص كوباية كده أو ربع كوباية من الخل الأبيض العادي خالص، وهتحطهم بقى على النار كده زي ما انت شايفة. وهتمسكي بقى تحط البراد بتاعك، براد طاسة، صينية، أي حاجة فيها سمار زي ما شفت البراد بتاعتي كده. هتحطيها في المية دي وتغليها بقى كده في المية، وهتلاقي السمار ده بيطلع معاكي بكل سهولة، مش هيتعبك خالص ابدا ابدا. بس اهم حاجة انك تخليه في المية فترة طويلة، يغلي شوية حلوين يعني معاكي. طبعا انا بفصل الفيديو، مش هخلي بقى المية تغلي على النار كده على البرانيت بتاعتي مدة طويلة وانتوا معايا. طبعا بفصل الفيديو وبرجع تاني علشان ما اطولش عليكم. المهم يعني ان انا اغطس البراريد بتاعتي او الصواني بتاعتي في المية السخنة اللي محطوط عليها ليمون وخل وكربونات. تمام. تمام. هتبص تلاقي بقى بتغلغل معاكي بقى السمار كده وبيطلع بكل سهولة، ومش هيتعبك ابدا. تمام يا حبايب قلبي، اوعي ترمي حاجة من ديت او تبيعها لي بتاع الخردة الالمونيا بتاعت زمان دي يا جماعة، او بتاعت الاول يعني. كانت نقية وحلوة، ما تلاقيش زيها دلوقتي. حتى اقل حاجة بتلمع معاكي. بصوا انا يعني بوريكم في المية كده ان هو ايه السمار بيطلع معايا بكل سهولة. هتجيبي حتة سلكة طبعا زي ما انت شايفة كده، وتمسكي بقى ايه، تغسلي الحاجة بتاعتك كده في المية السخنة اللي هي عليها ليمون وكربونات وحبة خل. الخل بيدي بياض للألمونيا، والليمون بيساعد في السمار، يطلع السمار، وبرضه ما بيخليش الألمونيا تغمقي معاكي في المية. لو حطيتي بقى الألمونيا في المية من غير ما تحطي ليمون هتلاقيها تسود معاكي كده، مش تبيض. تمام تمام. انا دلوقتي بس بوريكم ان السمار بتاع الالومنيا بتاعتي بدأ يطلع منها وبكل سهولة، مع انها لسه في المية مش عارفة اتحكم فيها. بس انا برضو بوريكم وهو على النار كده. بغسل معاكم طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، شايفين؟ بصوا بقى اللمعة، بصوا بيطلع بكل سهولة. انا بعمل بصبعين اتنين يا جماعة، شايفين؟ اه، شايفين لمعة البريد عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني المكونات دي بتخلي السمار يطلع معاكي بكل سهولة. اهو انا ماسكه البراد، طبعا البراد سخن والميه بتغلي على النار زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. انا طلعت البراد التاني كده علشان اتحكم في الاولاني ده، علشان ايه؟ الحله لقيتها ضيقه، مش واخده الجزء البريد، يعني ايه ان هما اغسل واقلب البراد كده شمال ويمين. بصوا انا بس بوريكم، شايفين؟ بوريكم ان السمار بيطلع معايا بكل سهولة، مش بيتعبني ولا اي حاجة. انا ماسكة بصوابعي اهوت، وبغسل بصبعين اتنين او بكف ايديا كده زي ما انتوا شايفين. شايفين؟ بصوا اللمعة يا جماعة، بصراحة مرضية. وانا بصوا اهو، بصوا شايفين؟ شايف؟ انا بس بوريكم ان كل السمار بيطلع معايا، مش بتكة ولا بعمل مجهود ولا اي حاجة. بس اهم حاجة يبقى في المية السخنة، يغلي ويتقلب تقلبتين تلاتة اربعة كده، وتسيبيه يتغلغل كده في المية علشان يطلع معاكي السمار. تمام. تمام. اوعي يا حبيبة قلبي ترمي طاسة او ترمي صينية او ترمي براد او ترمي اي حاجة، خسارة. اعملي زي ما بقولك كده، هتلاقي الألمونيا بتاعتك بتلمع بجد معاكي زي ما انت شايفة كده حبايب قلبي. اه، كل الثمار بيطلع اهوت. بص لو لقيت حته معصلجه ولا حاجه بالمعلقه كده او بسكينه هتطلع معاكي بكل سهوله برضه. احنا طبعا عارفين ان بين الايد البراد او ايد الطاسه بتبقى معصلجه شويه، بس بتطلع معايا اهو. بصوا شايفين؟ تمام اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. لو وصلت معايا لحد كده بقى ما تنسنيش في اللايك والاشتراك بالله عليكي. طبعا بنتعب في الفيديوهات، كلنا بنتعب في الفيديوهات. بالله عليكم تسمعوا نص الفيديو حتى، بلاش الفيديو كله. وتحط اللايك كده وتشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني.
عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت تقولي لي في الكومنتات بتستفادي مني باي حاجه ولا ما بتستفاديش. شفتوا بتعب بقى، يعني بعمل مكان الايد ديت بمسكها اغسلها كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا والله العظيم بتنضف معايا زي الفل اهي، شايفين؟ بصوا السمار كان قد ايه يا جماعه في البراد، بصراحه كان شكله فظيع. بصوا بقى همسك الحته دي برضو اهي. بصوا بيطلع معايا بكل سهوله، يعني حاجه سهله جدا جدا، مش عايزه يعني مجهود ولا عايزه اي حاجه. ولو عملت مجهود برضو شويه مش مشكله، بس تطلعي نتيجه حلوه. شايفين اهو السمار طالع معايا بكل سهوله. النتيجة بقى لما بتلاقي النتيجة حلوة انت بتتشجعي وبتمسكي بقى تدعكي وتظبطي وتنضفي حاجتك كده زي ما انت شايفة كده. هي كل الحكاية يا جماعة ان هي عايزة تشجيعة كده، وما تقلقيش من الحاجة لما تسمر معاكي او تسود معاكي وتسيبيها كده فترة. ما تبقيش تسيبي الحاجة فترة كده تتراكم عليها. انا مش عايزة اقول لكم البراريت ديت ايه مصدرها او بتاعت مين، مش عايزه اقول لكم يعني، فمش مشكله يعني. بس اهم حاجه ان انا قلت انضفهم قدامكم كده عشان تبقوا تعملوا كده دايما، يعني ايه تنضفوا اول باول كده، تحط حبه الميه. وهنا بقى ايه خلصت ادعيك وظبطت الدنيا. بس برضه هديهم تلميعه بقى بستيلكه نظيفه، هديهم تلميعه قدامكم كده يا حبايبي، عشان انا عايزاهم ايه يلمعوا كده ويلعلعوا كده حبايب قلبي. حاجه بقى كده تلاقيها كده بتلمع كده مرضيه، يعني ايه تراضيكي. شوفوا بقى المنظر بس تحفة تحفة تحفة. قولوا لي بقى النهاردة على التعليقات، في التعليقات كده قولوا لي استاهل ولا مستاهلش التعليق الحلو ولا اللايك الجميل. بالله عليكم تقولوا لي استاهل ولا مستاهلش. وبصوا المكونات اللي انا جبتها لكم، يعني مكونات مش مكلفة خالص ولا هتشتريها من بره ولا اي حاجة، كلها موجودة عندك في البيت. ليمونة، لو ليمونة حتى بايظة، حبة بيكنج باودر كربوناتو، حبة خل، وهتجيب النتيجة الجميلة الحلوة دي. شايفين البراد عامل ازاي يا جماعة؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، مفيهوش اي ثمر ولا اي حاجة، والقلب بتاعه بيبرق بيبرق بيبرق. برضو التاني هديله لمعة كده معايا، يعني تلميعة كده بقى علشان يضوي بقى معايا كده ويبقى ايه حاجة بقى كده مرضية. بصراحة شايفين قلب البراد والله وانا بقلبه كده، يعني القلب بتاعه كمان بيلمع خالص، وطلعت كل السواد اللي فيه والسمار، اي حاجة مش كويسة فيه طلعتها. وكل ما تغسلي بقى وتلاقي حاجة سمرة ولا اي حاجة اتكي عليها بس بالسلكة شوية كده، هتطلع معاكي وتبقى تمام التمام. يا ريت الفيديو بتاعنا ما يكونش طويل عليكم، وتحطوا لي اللايك بقى وتشتركوا لي كده في القناة. واشوفكم بقى في فيديو جديد، وقولوا لي استاهل ولا مستاهلش. بجد بجد قولوا لي استاهل ولا مستاهلش اللايك الجميل بتاعكم يا حبايب قلبي. بصوا بقى البراد، بصوا بقى يا جماعة، حاجة تحفة تحفة تحفة. بجد 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 انا رضيت قوي 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 بالنتيجة. النتيجة مرضية وصراحة. بصوا بالمنظر تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. شايفين لمعة البراريط؟ حاجة جايباهم من الدكان دول ولا ايه، جايباهم من المحل دول ولا ايه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى في الفيديو بتاع النهاردة؟ حلو؟ لو عجبكم قولوا لي في الكومنتات عجبكم الفيديو ولا لا، واشوفكم بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. اشوفكم بخير واشوفكم تاني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.